وأخيرا تحقق الحلم، حلم إنشاء نادي اجتماعي للنادي المصري للمرة الأولى منذ إنشائه قبل 96 عاما. كانت البداية خلال شهر يونيو الماضي بإصدار اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرارا بتخصيص قطعة أرض بحي الضواحي تبلغ مساحتها 5.5 فدان لصالح النادي المصري لإقامة نادي اجتماعي لخدمة أعضائه. وبدأت عجلة العمل في الدوران بإعداد التصميمات الهندسية للمشروع بواسطة أكبر المكاتب المتخصصة ليتم البدء فورا في العمل، والذي استمر على مدار اليوم ل6 أشهر متواصلة. وبعد جهد شاق من الجميع داخل النادي المصري، خرج النادي بصورته النهائية ليشمل عدد من المناطق المخصصة لاستضافة الأعضاء، مطاعم لخدمة الأعضاء، فود كورت، حماما للسباحة، ملعب قانوني مغطى بالنجيل الطبيعي، عدد 4 ملاعب مخصصة لتدريبات البراعم والناشئين، منطقة لألعاب الأطفال، ممشى بطول النادي لممارسة رياضة المشي، قاعة لاستقبال الأعضاء مجهزة على أعلى مستوى من الأناقة، كل تلك الخدمات حرص مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ سمير حلبية على تقديمها لأعضاء النادي الاجتماعي، إيمانا منهم بأهمية وجود كيان رياضي اجتماعي ثقافي متكامل يليق بالنادي المصري صاحب التاريخ العريق.